أهلا بيكم في قناة ويكيبيديا المشاهير، موسوعة أخبار النجوم المشاهير وفيديو جديد. زي النهاردة من سنة تقريبا كان برومو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع بيتعرض على بعض الفضائيات اللي هتنزل المسلسل، وكمان على المنصة اللي كانت بتعرض المسلسل. وقتها ظهر الفنان المصري أحمد السقا في البرومو كضيف شرف في المسلسل، وكان ظاهر بوجه شاحب، وتحس ان في حاجة غلط سواء في نظرة عينيه او في اسنانه او في تشكيلة فمه كلها. ووقتها لم يتم الكشف عن اي تفاصيل وقتها عن المرض اللي طبعا بيعاني منه احمد السقا، واللي ظهر بعدها في اكتر من عمل. كان مسلسل جولة أخيرة، مسلسل صغير كان بيعرض على أحد المنصات، ودلوقتي هو بيحضر لمسلسله الجديد العتاولة. طبعا أخبار عن مرض أحمد السقا، خاصة إن كان فيه أخبار طلعت عن إن في مشكلة في عينه وإنه اضطر لعمل عملية جراحية. هنعرف دلوقتي تفاصيل إيه العملية اللي عملها أحمد السقا، وأخبار حالته الصحية من زوجته الإعلامية مها الصغير، واللي حلت ضيفة بأحد البرامج. بس قبل البداية يا ريت لو دي أول مرة ليك في القناة تنزل تحت الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس للكل عشان تقدر تتابع كل أخبار النجوم والمشاهير الحصرية لحظة بلحظة. وأتمنى كمان تدعمنا بلايك للفيديو، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات عشان نفضل دايما على تواصل. مها الصغير الإعلامية المصرية زوجة أحمد السقا الفنان المصري حلت ضيفة على البرنامج الأردني شو في ما فيه، وده خلال حضور فعاليات ملتقى قوتها. كلمت لأول مرة عن تفاصيل مرض زوجها، وقالت إنه كان عيان قوي صحيا، علشان كده كان طالع وشه تعبان وعينيه صفرة، وكان هزيل قوي جسمانيا. فعلا كان عيان، كان عنده حصاوي على المرارة. الموضوع ملوش علاقة بعينيه، صفار عينيه كان بسبب المرارة، والكلى عنده كانت شغالة بنسبة 20% بس، والدور بتاعه كان راجل مرهق وتعبان. وبالعكس الشخصية أو شكله خدمه في الشخصية، لانه كان من المفترض ان هم راحوا له الكبير واصدقائه راحوا لاحمد السقا اللي كان طالع بشخصيته الحقيقيه في المسلسل كضيف شرف، راحوا له وهو منشغل، وده خدمه جدا لانه كان باين عليه ان هو تعبان. لكن الجمهور خد باله ان احمد السقا مش هو ده احمد السقا اللي متعودين نشوفه. احمد نفسه كشف عن تعرضه لاصابه في ساقه خضع على اثرها العمليه الجراحيه، ونشر صورة للطبيب اللي أجراله الجراحة، وده من خلال حسابه على الفيسبوك، ووجه له رسالة شكر، وقال له رسالة شكر ربنا دايما بتقديره وحكمته بيجعل لك ناس وأسباب لمساعدتك. كان عندي إصابة في رجلي وربنا أكرمني بدكتور مصري اسمه أحمد عز، استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري، دكتور محترم وذو ضمير مهني وشاطر. الفنان كمان طمن الجمهور على حالته الصحية وقال الحمد لله أنا أحسن دلوقتي، دعواتكم. ونفى الفنان المصري الأنباء المتداولة بشأن توقف تصوير مسلسله العتاولة بسبب تعرضه لإصابة في العين، خلال بيان نقله الموقع المحلي. وأكد أحمد السقا على مواصلته تصوير المسلسل، مشيرا إلى أنه صور عدد كبير من المشاهد. أحمد منتظر عرض مسلسله العتاولة بموسم دراما رمضان 2024 وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والدراما التلفزيونية: طارق لطفي، باسم سمرة، الفنان الكبير صلاح عبد الله، مي كساب، زينة. مسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، واحد من عباقرة الإخراج، واللي من المتوقع أن يبقى ليه دور كبير في دراما رمضان السنة دي. مها صغير زوجة أحمد السقا حلت من أيام على أحد البرامج على موقع يوتيوب، وفجرت تفاصيل لم يعرفها أحد من قبل عن طلاقها من أحمد السقا، وده كنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق. هسيب لحضراتكم الرابط أو اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو دوت. وبكده ينتهي الفيديو اللي معانا، يا رب ينال إعجابكم. استنوني في فيديو جديد إن كان في العمر بقية، وآخر كلامي سلام عليكم.